اهلا وسهلا بيكم. انا هند فهمي. النهارده هعمل لكم وصفه سهله وسريعه معظمنا بيحبها. هي عباره عن كباب حله او لحمه بالبصل زي ما بتسموها. اهم حاجه في الوصفه دي ان انت تختاري نوعيه اللحمه اللي انت بتحبيها. انا هنا كنت مستخدمه لحمه موزه عشان هي بتبقى طريه، بتبقى حلوه جدا مع كباب الحله او لحمه بالبصل. انت ممكن تختاري نوعيه اللحمه المناسبه ليكي، بس يفضل يعني ان هي تبقى موزه. وبنعمل جنبها رز ابيض زي ما انتم شايفين كده، بتبقى حلوه قوي معاها. وممكن برضو نعمل جنبها سلطه زبادي لو حابين. يلا نبدا مع بعض. دي حله هنحط فيها معلقه زبده كبيره او معلقه سمنه الموجوده عندنا. هنسيبها لما تسيح خالص، وبعدين هننزل بالبصله. بصلايه كبيره متقطعه مكعبات صغيره او بتقطعوها حسب ما انتوا حابين. هنقلب البصلايه هنا كويس جدا وهنسيبها لحد ما تدبل خالص. مهم ان هي تدبل يعني تبقى يعني بتدبل خالص، يعني مش هينفع اللي هو نص نص دي. هنا هنزل بفصين مستكة. دي بتدي ريحة حلوة جدا للحمة وطعم، بتخلي طعمها مختلف للي حابب، يعني هي اختياري بس انا بحبها مع اللحمة بالبصل. هنقلب كويس جدا لحد ما تدبل خالص زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ ننزل بمكعبات اللحمة. انا هنا كنت مستخدمة حوالي نص كيلو لحمة، انتوا على حسب الكمية اللي هتستخدموها هتزودوا في البصل وفي التوابل. نزلنا هنا مع بعض باللحمة. هنديها صدمة، هنسيبها على النار من غير ما نقلبها لمدة دقيقتين. هنزل هنا بورقتين لوري، وهنزل كمان بعود قرفة. برضو القرفة مع الكباب الحلة او لحمة البصل بتدي طعم مختلف. وهنزل برشة جوز الطيب، ودي اختياري لو حابين، يعني لو مش حابين ممكن ما نضيفهاش خالص. وهننزل بقى برشة فلفل اسود. والملح مش بنحطه دلوقتي خالص، الملح بنحطه في الاخر خالص علشان ما ينشفش اللحمه ويخليها تجلد، لان احنا اصلا محتاجينها ان هي تبقى جوسي وطريه. وبعد ما هنسيبها كده دقيقتين لتلاتة على الجنب ده، هنقلبها على الجنب التاني كده، بتبقى خدت الصدمه من الجنبين. فلما بتيجي بقى تغطيها وتحطي عليها الميه، ما بتعملش معاكي الريم اللي بيبقى فوق في اللحمه ده، لان هي اوريدي واخده صدمه في السمنه. كده قلبناها كويس على الجنب التاني. هنضيف لها المية سخنة، ومهم هنا المية تكون سخنة. وهنغطيها من نص ساعة. وبعد نص ساعة هنفتح ونقلبها ونحط عليها مكون تاني، هو ده المكون اللي هيديها سر الطراوة زي ما قلنا، وفي نفس الوقت هيديها طعم مكرمل جميل قوي. كده سيبناها حوالي نص ساعة. هنبدأ بقى نحط عليها معلقة عسل اسود كبير او معلقه دبس رمان. انا هنا كنت حاطه الاتنين، يعني انتي ممكن تحطي الاتنين لو متوفرين، لو مش متوفرين حطي حاجه من الاتنين. بس هي دي هتخليها طعمها مكرمل، وبتغير فعلا طعم اللحمه خالص، وانتي هتلاحظي الفرق. وده كده كان شكلها النهائي بعد ما استوت. الف هنا، يا رب تعجبكم ان شاء الله الوصفه، وهي سريعه وسهله زي ما قلت لكم. واتمنى ان هي تعجبكم، والف هنا ان شاء الله. متنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.